لنبدأ مباشرة في تفكيك هذا الملف الاستثنائي اليوم. بين أيدينا أوراق بحثية وعرض تقديمي لما يسمى الترسانة الشاملة لصناع المحتوى، وهي من إعداد الطالبة الباحثة وفاء الوالدي، أو كما تعرف بمولات الذكاء الاصطناعي. بالضبط. ما لفت انتباهي فوراً هو الرؤية خلف هذا العمل، مشروع أصالتك. يعني الهدف ببساطة هو محاربة المحتوى التافه. متفقة تماماً، وذلك من خلال تسليح صناع المحتوى الهادف بأدوات تجعلهم ينافسون بقوة في الساحة. وهذا ما سنقوم بالغوص فيه اليوم. الدليل لا يرمي مئات الأدوات التقنية هكذا في وجهنا ويتركنا في حيرة. لا أبداً، بل يلخصها بذكاء في 5 ركائز أساسية. الهدف هنا واضح جداً، وهو كيف يحول أي شخص غرفته إلى استوديو إنتاج متكامل. الأجمل أن هذا بميزانية قد تبدأ من 0 درهم. هذه هي النقطة المفصلية بصراحة. المنهجية المتبعة تضع معياراً جديداً تماماً لكيفية العمل الذكي في هذا المجال. ألاحظ أن الدليل يقسم الأدوات بشكل عملي. يعني هناك مسار البداية الذكية وهو مجاني، ومسار آخر احترافي. نعم، خصوصاً في قسم إنتاج الفيديو والمونتاج. صحيح، هناك العديد من الأدوات حالياً، لكن لماذا وقع اختيار وفاء على أداة لوما دريم ماشين كبديل مجاني وصديق للمبتدئين؟ الأرقام في الأبحاث تجيب عن هذا بوضوح. هذه الأداة تمنح المستخدم 30 مقطعاً مجانياً كل شهر، وبجودة عالية جداً كما رأينا. جودة خيالية فعلاً. يعني هي تشكل بيئة آمنة للتعلم وتجربة توليد الفيديو دون أي قلق من التكلفة المادية، وذلك قبل التفكير في الانتقال لأدوات مكلفة ومعقدة مثل رانواي جين 3. بالضبط، لأن تلك الأدوات تتطلب اشتراكات وفهماً دقيقاً لحركة وزوايا الكاميرا. فكرة ممتازة للتدرج في التعلم. وما دمنا نتحدث عن مسار الفيديو، قراءتي لقسم المونتاج وتحديداً أداة ديسكريبت جعلتني أدرك حجم التطور. هذه الأداة ثورية بكل المقاييس. فعلاً، فكرة أن تمسح كلمة خاطئة من النص المكتوب لتختفي تلقائياً من الفيديو، هذا سحر. هذا ينقلنا من مرحلة تعديل الشريط الزمني المعقدة إلى ما يشبه تعديل مستند نصي بسيط على الحاسوب، شيء يختصر ساعات من العمل. الدليل يقارن أيضاً بين كابكات للمبتدئين وبريمير برو للمحترفين. برنامج بريمير برو يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مبهر. ولنبسط الفكرة، تخيل أن لديك مساعداً رقمياً يمكنه خلق أجزاء ناقصة من المشهد، أو توسيع خلفية الفيديو من العدم لمجرد أنك طلبت منه ذلك نصياً. صحيح. التكنولوجيا اليوم تغير طريقة تفكيرنا بالكامل. طيب، إذا كانت عقبة الصورة والمونتاج قد حلت، فالصوت غالباً هو الصداع الأكبر لأي صانع محتوى. كيف عولجت هذه النقطة؟ من خلال أدوات مجانية تماماً مثل أوديبي بودكاست إنهانس. الأداة التي تأخذ تسجيلاً مليئاً بضجيج الشارع أو كما نقول صوت الزنقة وتنقيه بضغطة زر واحدة، ليصبح وكأنه سجل في استوديوهات هوليوود المعزولة. وفي المقابل الاحترافي نجد قدرات 11 لابز التي تقدم استنساحاً للصوت بدقة مرعبة وتفتح آفاقاً واسعة. وهذا يقودنا للجانب البصري المكمل للصوت، وهو تصميم الصور المصغرة. أداة ليوناردو والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتت نظري، تحديداً ميزة الرسم التفاعلي أو لايف كانفاس. فكرتها أنك ترسم خطوطاً عشوائية بسيطة جداً، والذكاء الاصطناعي يكمل اللوحة الاحترافية في الوقت الفعلي. وهذا يحل مشكلة الخوف من الشاشة البيضاء لدى الكثيرين، خصوصاً أنها تعطيهم 150 نقطة مجانية يومياً للبدء. هي تزيل حاجز البداية وتدعم التجربة الحرة، وبمجرد إتقان التوجيه النصي يمكن الانتقال لأداة ميدجورني التي تقدم دقة فنية خالصة وواقعية لا تضاهى. بالانتقال لنقطة أخرى، قسم الوصول العالمي في الدليل أثار اهتمامي كثيراً. تقصد كيف تكسر هذه الأدوات حواجز اللغة للتواصل العالمي؟ نعم، وتحديداً أداة كابشنز وميزة الحفاظ على التواصل البصري مع الكاميرا. هذه الميزة تحل عائقاً نفسياً كبيراً للمبدعين الجدد الذين يتوترون أمام الكاميرا. الأداة تعدل حركة العين لتبدو موجهة دائماً نحو العدسة حتى لو كان الشخص يقرأ من ورقة جانبية. هذا التواصل المستمر يبني ثقة هائلة مع المشاهد،
وعندما نضيف لذلك الترجمة التلقائية من كابكات التي تدعم العربية وحتى الدارجة بكفاءة، نجد أن حواجز اللغة والخجل قد تلاشت تماماً. إذن الخلاصة من هذا المجهود البحثي العميق لوفاء تتلخص في قاعدتها الذهبية: أن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، والإبداع هو المفتاح الحقيقي. الترسانة تجسد فعلياً الشعار الذي ترفعه في سلسلتها: نجحوا بذكاء وماشي بتمارة، أي النجاح بالكفاءة بدل الإرهاق. الموارد أصبحت في متناول الجميع، والعائق التقني لم يعد حجة. الجودة والأصالة هما الفارق. وهذا يتركنا أمام تساؤل للتأمل في الختام: إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تعديل نظراتنا واستنساخ أصواتنا وخلق عوالم من بضعة كلمات، فما هو التعريف الحقيقي للأصالة واللمسة البشرية في مستقبل صناعة المحتوى؟ تساؤل عميق نتركه للبحث والتفكير.